ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبي لي اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده. كده فيديو بعنوان التوفير. طبعا لاجل غلاء الاسعار وارتفاعها كمان قلنا كده نغير عن اللحوم والفراخ ونعمل كده اكله كده اقتصاديه وجميله، واكله كمان شعبيه كل المصريين بيحبوها. وكمان مفيش حد بيختلف عليها. تعالوا كده نعمل كده. اول حاجه كده قطعت كده بصله مع كده فصين كده من الثوم وحطيتهم كده يتحمروا، وقرن فلفل اخضر، كل دول يعني في طاسه بشويه زيت. والناحيه التانية حطيت كده طاسه فيها كميه كده من الزيت، ونزلت كده بشويه من البطاطس مقطعاهم كده يعني صوابع وكده. بعد كده هنزل كده بكمية الفول. ده الفول انا كنت يعني عاملاه كده في البيت امبارح. لو عايزين الطريقة قولولي في الكومنتات وانزل لكم بيها. بصوا بعد كده حطيت الفول، وبعد كده هبتدي اهرس الفول. جربي طريقة الفول دي بجد هتعجبك جدا. وكمان لو عندك طماطم حطي طماطم مع البصل، يعني بجد هتطلع حلوة جدا. بعد كده هنهرس كده الفول زي ما قلت لكم علشان احنا بنحبه يعني ايه مهروس شويه، ما بنحبوش يعني حي وكده. وكل ده والبطاطس جنبي كده بتغلي كده ايه يعني بتتحمر وكده. النهارده هنعمل كذا نوع كده مقليات، بطاطس وطعميه وبتنجان بعجينه، وكمان هقول لكم الطريقه بتاعت العجينه وكده. انا مصورتهاش معاكم يعني في الفيديو، بس هوريها لكم. شايفين شويه فول بجد تحفه بالدقه. هنا البطاطس بتاعتي انا كده غيرت العيون بتاعت البوتاجاز عشان كله ايه يستوي مع بعض. اول ما يتحمر معايا البطاطس جبت طبق كده وحطيت عليه مناديل علشان اطلع البطاطس واحط يعني على المناديل وكده. انا بحب البطاطس بصراحة اللون ده، ما بحبهاش حمرا قوي، بحسها مرة شوية يعني. بحبها كده يا دوب متحمرة شوية بس يعني. فطلعتهم كده بالصفاية. بجد يا بنات الصفاية دي تحفة جدا. انا كنت اشتريتها ب15 جنيه تقريبا، والطاسة دي كانت عندي يعني وكده، وحطيتهم كده على بعض. بجد تحفة جدا. يعني لو عندك طاسة قلي وكده هاتيلك واحدة وحطيها فيها هتنفعك جدا. وكمان بتصفي الأكل كويس. يعني لما تيجي تطلعي مثلا بطاطس أو بتنجان يعني بيطلعوا كلهم كده مرة واحدة. فهي بصراحة منجزة يعني حلوة، أنا عجبتني جدا بجد. معلش برضو في الفيديوهات هنا هتلاقوا في مقاطع بتتكرر، يعني في مشكلة في المونتاج في الفيديو ده بالذات، مش عارفة ليه. بس فهنا طلعت كده البطاطس. بحب اطلع البطاطس على مناديل، او يعني ايه ما بحبهاش اطلعها كده على الطبق. بحس المنديل كده بيشرب كمية الزيت اللي بتنزل من اي مقليات كمان، مش يعني البطاطس بس اي نوع مقليات وكده. هنزل كده بالنوع التاني. طبعا انا بس ايه البطاطس بنعلي عليها النار يعني عشان تتحمر بسرعة. لكن انا لو بعمل بتنجان يعني هتشوفوا معايا دلوقتي بعلي النار في الاول، بعد كده بوطي النار علشان باخص يعني البتنجان ابو عجينة وكده. بس هنا كنت هعمل شوية كده من الطعمية يعني علشان زي ما قلت لكم النهارده هنعمل كل انواع المقليات. بس فجبت كده كان معايا شويه كده عجينه من الطعميه بس مش كتير، انا مش هقلي كتير يعني، يا دوب على قد وعلى قد جوز يعني ايه حاجه كده بسيطه. قلت كده هقلي شويه طعميه. بصراحه كنت عاوزه اعملها بالسمسم. بس بصراحه كنت مستعجله وكده، فقلت يعني ايه زين على كده وكويسه. بس هبقى اعملها معاكم يعني في مره تانية. وكمان عايزه اقول لكم دي عجينه الطعميه انا بعملها في البيت عندي. بجد تحفة. بصوا ناجحة جدا، وبصوا من جوه هشة وجميلة. لو عايزين برضو الطريقة يعني اكتبوا في الكومنتات واعملها معاكم. هنا نزلت كده بالبتنجان. بصوا انا كنت عامله له العجينه بتاعته. ايه العجينه بتاعته ايه؟ بحط ملعقتين 3 كده من الدقيق على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وبنزل بشويه كده من الكزبرة والكمون والشطة وملعقة كده من النشا علشان تخلي البتنجان ما يشربش معاكي زيت، وكمان علشان يبقى مقرمش وكده. وبحب احط ملعقة كده من الكركم علشان تدي لون للبتنجان بحيث ان هو يطلع لونه ذهبي كده وجميل. وكمان بحط شوية يعني من الكمون.
وده شكل الاكل بتاعي في الاخر. ده البطاطس والباذنجان، وكان عندي شويه طبقه كده ني في ني من امبارح سخنته وبس.